تخيلوا معايا تكون في اوتيل، كتشرب من الماء ديالو وكطيب منه وكدوش به، ومن بعد سيمانة تكتشف ان بلي داك الماء فيه جثة ديال بنت ميتة فيه شهر كامل. قصة اليوم ماشي خيال ولا فيلم رعب، هذه واقعة صدمات أمريكا كاملة. اليوم غنعاود لكم على قصة اختفاء إليسا لام في أخطر فندق في العالم، والطريقة اللي تلقت بها خلت العالم كامل مصدوم. في 2013 دخلت إليسا لام لفندق سيسيل في وسط لوس أنجلوس، أوتيل رخيص وقديم ومعروف بحاجة وحدة اللي هي الموت. السلام عليكم، سميتي نعيمة. في القناة ديالي كنشارك معكم قصص واقعية. إلا عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بأي جديد. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو. إليسا لام بنت كندية أصلها صيني، عندها 21 عام، طالبة جامعية سافرت بوحدها باش تكتشف أمريكا. جات من كندا حتى لأمريكا باش تبدل الجو وتعيش تجربة جديدة. وصلت لمدينة لوس أنجلوس واختارت أوتيل رخيص مقارنة مع الأوتيلات الآخرين في وسط المدينة، ولكن ما كانتش عارفة أن هذا الفندق عنده تاريخ مرعب. أوتيل سيسي تبنى في 1924، من نهار تحل وهو كيتجمع فيه غير المصايب، جرائم وبزاف الناس ماتوا فيه بطريقة غامضة ولحد الآن ما مفهوماش. 16 الانتفار على الأقل، الناس كانوا كيرميو راسهم من الطوابق، علاش الله أعلم. وفايت سكنوا فيه بزاف المجرمين حيتاش كان رخيص وما فيش مراقبة. وحتى واحد القاتل متسلسل كان فيه سميتو ريشارد راميريز، كان كيقتل الناس في لوس أنجلوس في الثمانينات. إلا بغيتو ندير لكم عليه فيديو قولوها ليا في التعاليق. المهم كيقولوا باللي واحد المرة طاحت واحد المرأة من الفوق وقتلات واحد السيد كان دايز من الطريق. هاد الأوتيل كان معروف باللي خايب وتجمعوا فيه غير الكوارث، يا ربي السلامة. وللأسف إليسا ما كانتش عارفة هاد الشي علاش الواحد إلا بغى يمشي لشي بلاصة أول مرة يسول مزيان. تقدر تكون ما على بالك بوالو، ولكن ما غتكونش عارف اش كيتسناك، ديما الواحد ياخد الاحتياط. المهم إليسا خدات بيت مشروك مع البنات اللي من بعد غيبدلوه ليها وغيحطوها في بيت بوحدها. علاش؟ حيتاش كيقولوا بانها كانت كدير شي تصرفات غريبه ما مفهوماش، مقلقه وما كتهضر مع حد. بعض المرات كيشوفوها كتهضر بوحدها، وحتى الناس اللي خدامين تما لاحظوا هذا الشيء ولكن ما فهموا والو. نهار 31 يناير إليسا اختفت وتقطعت اخبارها، ما كاين حتى شي اثر ليها وما بقاتش كتهضر مع امها. ايام دازوا والبوليس عياو ما يقلبوا عليها والو، ما لقاوهاش، ما لقاو حتى شي حاجه توصلهم ليها. ملي عياو قرروا ينشروا اخر فيديو عندهم، خداوه من كاميرا لاسانسور ديال اللوطيل، وكتبان فيه إليسا داخله خارجه من لاسانسور وكتضغط على الازرار كاملين، باينه باللي خايفه وكتدور موراها وتعاود وكتهضر مع شي حد. ولكن الغريب في الامر انه ما كاين حتى شي حد معاها، والاغرب في هادشي انه الباب ديال لاسانسور ما كيتسدش. شي واحد عافاكم يشرح لي هادشي، انا راه ما مديقاش والله، ما يمكنش الحماق هذا. لاسانسور ما كيتسدش، انا متاكده شي حاجه تما. المهم مع من كانت كتهضر وعلاش كانت خايفه، فهاد الشي راه غريب. دازت مده، الناس اللي كانوا في الوطيل بداو كيتشكاو من الماء اللي تبدل ليه اللون ولا في شكل وريحته خايبه بزاف. تما قرروا يصيفطوا شي حد يشوف شنو المشكل. نهار 19 فبراير واحد الخدام من الخدامين اللي مكلفين بالصيانه طلع للسطح باش يشوف شنو المشكل اللي في الخزانات ديال الماء. كانوا 4 ديال الخزانات كيشرب منهم الاوتيل كامل وكانوا دايرينهم فوق السطح. ملي مشى يشوف
لقى الكارثة اللي خلاته مصدوم ومخلوع. لقى جثة إليسا لام في وسط الماء في الداخل ديال وحدة من دوك الخزانات، مدة باش هي ميتة تما، والناس كاملين كانوا كيقلبوا عليها وفي نفس الوقت كيشربوا من داك الماء اللي ماتت فيه. البوليس من بعد التحقيق قالوا أن سبب الوفاة هو الغرق العرضي. يعني شنو؟ إليسا ماتت غارقة وتحد ما غرقها وما انتفراتش، بحال زعما طاح شي واحد في البحر يعوم وهو ما كيعرفش وغرق ومات، ولكن تا واحد ما غرقو. فهمتوا؟ قالوا يمكن طلعت للسطح وطاحت في الخزان بوحدها وما قدرتش تخرج. الخزان كان عالي ب2 متر والباب ديالو ثقيل. قالوا باللي يمكن طلعت بالسلوم اللي حداه وطاحت فيه، وفاش بغات تخرج ما قدراتش حيتاش ما فيهش سلوم لداخل. ولكن كاينه واحد الحاجه ما مفهوماش، لوطيل فيه باب ديال السطح وهاد الباب فيه انذار الا حليتيه كتصوني لارام باش يعرفوا الناس اللي خدامين باللي شي حد راه طلع. ولكن كيفاش إليسا طلعت لتما بلا ما حتى شي حد يشوفها؟ كاينين 3 الاحتمالات. شي واحد من الخدامة طلع للسطح باش يراقب ويشوف واش كلشي مزيان، وملي سالا نسى ما سدش الباب وجات إليسا ولقات الباب محلول وطلعات. ولا الانذار كان خاسر، بزاف الناس اللي كانوا فيه قالوا باللي اغلب الاحيان الانذار ما خدامش ويمكن ما صوناش فاش طلعت إليسا. وكاين احتمال اخير انه تكون شي حاجه اخرى اللي حنا ما عارفينهاش. الصراحه هاد القصه ما مفهوماش وغامضه. كيفاش بنت صغيره تفكر تمشي لتما؟ شنو غدير فيه؟ الا ما كانش انتفاع شنو يكون؟ ما يمكنش شي حد بعقله يدير هكا على ما اظن. المهم البوليس سدوا القضيه على انه حادث، حيتاش ما لقاوش حتى شي اثار ديال الضرب ولا الخنق ولا ديال شي حد. سبب الوفاة الغرق العرضي، وقالوا باللي إليسا كان عندها اضطراب ثنائي القطب وما كانش كتاخد الدواء، وبزاف الناس ما اقتنعوش بهاد الهضره. ولكن كيفاش طلعت لداك السطح وحلت داك الباب اللي زعما دايرين فيه انذار؟ وكيفاش دخلت الخزان عالي ومسدود وبابو ثقيل وبوحدها؟ شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل. لحد الان ما كاين حتى شي تفسير لهذا الشيء، وقصه إليسا بقات لغز اللي حير الناس كاملين وانا منهم. وتخيلوا داك الاوتيل باقي خدام ليومنا هذا. الصراحه ما عرفتش شكون هذا المسطي ولا المسطيه اللي غيمشيو ليه. المهم انا ماشي شغلي. قولوا لي انتم شنو رايكم في هذه القضيه، واش كان حادث ولا حاجه اخرى؟ قولوها لي في التعاليق، راني كنقراهم كاملين. وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم اي فيديو حطيته. يلا نتلاقاو في قصه جديده. سلامه.